حقيقة مثلث برمودا. مثلث برمودا منطقة ليس لها وجود على الخريطة، فلن تنظر في الخريطة يوما لتجد ما يسمى عليها بمثلث برمودا، فلا تعرف متى تتخطى الحاجز ولا تعرف من أي اتجاه يأتيك الخطر. يقع مثلث برمودا في غرب المنطقة الشمالية من المحيط الأطلسي، وتبلغ مساحة هذه المنطقة 500 ألف ميل مربع. قد اشتهرت هذه المنطقة بعد الكثير من حوادث الاختفاء للعديد من السفن والطائرات التي يصنف بعضها بالقطع الحربية دون أدنى أثر للسلاح أو البشر. لم يكن لمثلث برمودا أي وجود أو سابق تاريخ أو معرفة قبل عام 1945 عندما اختفت 5 طائرات حربية تابعة للبحرية الأمريكية يتبعها اختفاء لطائرة الإنقاذ التي حاولت البحث عنهم. وقد بعثت الطائرات برسائل قبل اختفائها أن تعطل في البوصلة وتصرفات غريبة في الأجهزة الإلكترونية للطائرات. ومجرد الاقتراب من منطقة مثلث برمودا والتي لم تكن معروفة وقتها، وتتوالى حوادث الاختفاء في هذه المنطقة منذ أكثر من 100 عام مرة، وبلغ عدد الحوادث أكثر من 100 حادثة اختفاء، كما اختفى أكثر من 1000 شخص دون أدنى أثر. بعض النظريات الغريبة لمثلث برمودا. تشكلات عجيبة في الطقس. هي نظرية عجيبة حقا، فهي تتوقع أن الطقس في هذه المنطقة مختلف بشكل كبير عن باقي المناطق الأرض. تعتمد النظرية على زيادة كثافة السحب في هذه المنطقة، والتي تسبب في الكثير من العواصف الشديدة نتيجة تيارات الهواء الدافئ والبارد للمحيط. انحراف المجال المغناطيسي. كل الحوادث التي وقعت في هذه المنطقة كانت تتحدث قبل اختفائها عن خلل واضح في الأجهزة الكهربائية والبوصلات الملاحية. والغريب أن في القرن ال19 كانت البوصلة تعمل في هذه المنطقة بشكل طبيعي جدا دون أي اهتزازات، مما يعني أن المجال المغناطيسي للأرض في هذه المنطقة كان طبيعيا. أطلانتس. هناك نظرية تقترح أن تكون مدينة أطلانتس الأسطورية في هذا المكان تحت المياه. تعتمد هذه النظرية على أن هناك كثافة كبيرة لكريستالات الطاقة التي كانت تستخدمها المدينة للحصول على الوقود، والتي تؤدي إلى خلل في أجهزة الطائرات والسفن في منطقة مثلث برمودا. ترتبط هذه النظرية باكتشاف هرم كريستال كبير مؤخرا في هذه المنطقة، كما وجدت بعض التكونات الصخرية الغريبة والغير منتظمة، لذلك هناك بعض الأبحاث التي تعمل على ذلك الآن. مخلوقات فضائية. هناك نظرية أخرى تقترح أن هناك بعض المخلوقات الفضائية والتي هبطت على الأرض في أحد الأطباق الطائرة، وقد أحدثت هذه المخلوقات فجوة زمنية تنقل كل من يدخل نطاقها إلى أرض هذه المخلوقات، أو تنقلها إلى المقر الرئيسي لهذه المخلوقات في بحر الشيطان بالقرب من سواحل اليابان، والذي تحدث فيه نفس الحالات لبرمودا. اختبارات حكومية سرية. يعتقد بعض الأمريكيين أن مثلث برمودا قد نتج عن خطأ ما في تجارب حكومية سرية، حيث كانت تحتوي هذه المنطقة على منطقة محظورة تسمى المركز الأطلسي لاختبارات ما تحت البحر، والذي يقع في جزيرة أندرواس أحد جزر الباهاما في منتصف المثلث. كان الهدف الرئيسي من هذا المعمل اختراع سلاح ما أقوى مما يمكن أن يعرف في تاريخ البشرية، ولكن الحكومة أصرت أن هذا المعمل مجرد معمل طبيعي يتم فيه دراسة المحيط وتطور تكنولوجيا ما تحت الماء. مذنب عمره 110,000 عام. هناك من يعتقد أن مذنب ضخم قد اصطدم بالأرض في هذه المنطقة منذ 110,000 عام، وقد وقع في قاع المحيط، وهو يملك مجال مغناطيسي قوي جدا يؤثر على الأجهزة التي تقترب منه. ولكن هل وجد مذنب في منطقة مثلث برمودا؟ بالطبع لا، أو على الأقل حتى الآن، لأن هذه المنطقة يبلغ عمق المحيط فيها أكثر من 100,000 قدم، مما يعني أن لا وجود لأي دليل على هذه النظرية حتى الآن. وإن كان هذا المذنب موجود بالفعل، فلن تستطيع التكنولوجيا البحرية حتى الآن أن تكتشفه. المسيح الدجال. هناك بعض الأفلام الوثائقية التي وضعت من أجل تفسير حركات اليهود وربطها بالدجال، والتي ذكر فيها أن مثلث برمودا هو المكان الذي بنى فيه المسيح الدجال قلعته بمساعدة الشياطين، والتي سينطلق منها فيما بعد ليغزو الأرض، وهو يجهز لهذا بأسلحة وتكنولوجيا لم يسبق للبشر أن رأوها، أو هي لا تزال مجرد نظريات في علومه. ولكي يمنع أي من خططه من أن تعرف، يقوم بخطف كل من يقترب من المنطقة، ويبقى المكان طي الغموض والكتمان.